انا هجيب لك دلوقتي راي الحكام في لعبه علي معلول قدام سيراميكا كليوباترا في اخر لحظه اللي ما اتحسبتش ضربه جزاء. اسمع بقى والحكم لحضراتكم اللي بتقولوا الاهلي بيكسب بالتحكيم ومن ساعه ما الفار ما جه الاهلي مش عارف ياخد ولا دوري. يلا بينا نشوف راي الحكام. سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم اعزائي المتابعين ومشاهدين قناه عبقرينو. في البدايه بس قبل ما اوريك راي الحكام اتمنى من حضرتك تشجعنا وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، وكمان تشير الفيديو دوت وتحطوا لايك جميل. ويلا نسمع راي اول حكم معانا. هتشوفوا اللعبه دي كنت اتمنى ان حكم الفار يجيب الحكم ويشوفها، لانها لعبه المخالفه موجوده فيها ان لاعب سيراميكا ما بيلعبش ولا رايح يلتحم من اجل لعب الكره. كل اللي عمله انه بيعوق تقدم اللاعب، بيمنعه من انه يروح في الطريق ده بغض النظر انها داخل منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء. يعني اللعبه دي هو فيها الاعاقه واضحه جدا. شوفوا ادي اللاعب داخل، بص اللاعب بيعمل ايه بتاع سيراميكا، بص الرجل. بس انا عايز خلينا بس نرجع نقف بالرجل. هل لاعب سيراميكا رجله في الوضع ده بيجري ولا بيعوق؟ بيعوق خلاص. وايده نفس الكلام. اذا النهارده بالشكل ده واضح ان الاعاقه موجوده للاعب النادي الاهلي. يعني علي معلول كان واخد الكره ومستحوذ وماشي. بص من هنا، بص اللعيب بيحط رجله عشان يعوق تقدمه، فبالتالي هنا المخالفه موجوده. ده راي الكابتن احمد الشناوي على قناه اون في تحليله لحكم المباراه. طب تعالى بقى يا عم نشوف حكم تاني. بلاش ده وحش، ده كخه. يعني اللي بتقولوا الاهلي بيكسب بالتحكيم، انا بس بوريكم كل مباراه الاهلي كده، كل ماتش والفار موجود. يعني اللي بتقولوا من ساعه ما الفار ما جه الاهلي مش عارف ياخد دوري. تعالوا بقى نسمع الكابتن جهاد جريشه. في بقى ركله جزاء لم تحتسب النادي الاهلي بتاعت علي معلول. الفار من يعني اللي موجود عمل ماتش كويس، لكن اللعبه دي يا استاذ محمد الخطا جاي منين؟ ان هو مهتم جدا بالتلاحم اللي فوق اللي هو الكتف مع الكتف، لكن في رجل تحت بتاع مدافع سيراميكا عملت الخطوه اللي عملت الاحتكاك اللي حصل، هو ده اللي عمل الاعاقه لعلي معلول، وبالتالي في ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي لم تحتسب. كان لازم حكم الفار يستدعي فيها الحكم ويشوفها، لو شافها بالمنظر اللي احنا شفنا بيها كان احتسب ركله جزاء. يعني دلوقتي اتضح ان الاهلي ليه ضربه جزاء 100% في نهايه مباراه سيراميكا لعلي معلول. مش رايي انا، ده راي 2 حكام كبار. طيب يا اللي بقى عمالين تتكلموا طول الليل ومصدعين على قناه الزمالك وبتقول الاهلي من ساعه ما الفار دخل مصر مش عارف ياخد دوري. عرفت الاهلي ما بياخدش دوري ليه؟ عرفت الفار داخل ليه؟ داخل الزمالك، داخل ايد الدوري للزمالك. باين اهو كل مباراه مشكله، كل مباراه لغط. انا شايف ان الاهلي ينسحب من الدوري ده ويسيب الدوري للزمالك، لان الزمالك مش قادر على الدوري، مش قادر على الاهلي في الملعب. فهو تسيبوه بقى، سيب الدوري، سيبه يلعب مع الفرق اللي قده في الدوري وياخد الدوري من غير فار بفار بحكام مش بحكام. انت ما ينفعش تلعب في الدوري ده، الاهلي يمشي من الدوري ده. ده غير طبعا ان لعيبه الاهلي مقصره. احنا ما عندناش كلام في الكلام ده بجد، لكن بجد ده حاجه تقرف، حاجه باينه للاعمى. الدوري موجه للزمالك. سلام.